كلمات كتير جدا على السوشيال ميديا بيعلمونا ازاي ننطقها صح، زي انترنت، سينر، توينينج، انترفيو. يا ترى هي الكلمات دي بس اللي بتكون فيها التي سايلنت فاضطر احفظها، ولا في قاعده بتنظم الكلمات دي؟ في قاعده، القاعده دي هي the silent T after N rule. القاعده دي بتقول لما حرف الان يجي قبل التي والفاول ساوند اللي قبل الان يكون stressed. stressed معناها higher and longer، يعني بيكون في نبره ارتفاع الصوت، والفاول ساوند اللي بعد التي يكون unstressed، يعني ما فيش فيه ارتفاع في الصوت. هنلاقي interview لو جينا نشوف تطبيق القاعده ديت، interview حرف الفاول ساوند اللي قبل الان اللي هو ايه هنا بيكون stressed، والحرف الفاول اللي بعد التي اللي هي ده بتكون weak unstressed، فتبقى interview. كذلك في كلمه wanted، انا عندي هنا الان الفاول ساوند اللي قبل الان بيكون stressed، والفاول ساوند اللي بعد التي unstressed، فبعمل بتكون التي silent. وكمان winner، فانا عندي interview wanted winner، هنا التي بتكون silent لان الفاول ساوند اللي قبل الان stressed واللي بعد التي unstressed. طيب ده ينطبق على الكلمات اللي جايه، زي اقول enact، طبعا لا، لان هنا الفاول ساوند اللي بعد التي بيكون stressed، هنا اتعكست، هنا لازم انطق التي فاقول intact، واقول intensive و intend. يبقى intact intensive intend لان الفاول ساوند اللي بعد التي بيكون stressed. ده احد قواعد الكورس او الحاجات الكتيره اللي بناخدها في الكورس بتاعنا fix your accent. انضموا للكورس واعرفوا قواعد اكتر عشان نحسن من نطقنا. انضموا لينا واتكلموا بثقه.